النهارده الجمعه الساعه 8 طالعين دلوقتي على الغردقه. ما ينفعش نيجي مصر من غير ما نروح الغردقه، يعني بالنسبه للاماراتي الاجازه بتبتدي اول ما نطلع على الغردقه. فهنطلع دلوقتي بعربيه حوالي 3 ساعات ونص 4 ساعات حاجه كده، ونكمل بقى ما نوصل من هناك. احنا في العاده كنا بنطلع طيران، بس الطيران تقريبا السنه دي عامل حوالي 12000 جنيه طيران بس رايح جاي على الغردقه، فقلت لا حرام يعني. فهنطلع دلوقتي بعربيه ونكمل لما نوصل من هناك. وصلنا اول بريك، حاجه طبعا متعبه جدا مع يوسف، عمال يشقلب في العربيه ومش مريحنا خالص. فقدامنا تقريبا لسه ساعتين ونوصل على الغردقه، فربنا يسهل ويعدوا على خير، يعني الواحد فعلا على الاخر يعني ملعان. الواد ده اللي عامل قلق في الرحله كلها، مش عايز يحترم نفسه ومبهدلنا على الاخر يعني. انت يلا ولا يوسف؟ يوسف فين نفسك ولا لا؟ فين نفسك ولا لا؟ فيا رب يقعد هادي كده وساكت لحد ما نوصل ونكمل الساعتين دولت على خير يعني ان شاء الله. وصلنا الاوتيل اخيرا. المفروض ان الراجل اللي احنا جينا معاه قال ان احنا نوصل في 3 ساعات، قلت له يعني استحاله نوصل من الهرم للغردقه في 3 ساعات، بس هو قال لي لا 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 هم 3 ساعات، وقعدنا 5 ساعات ونص. الجو كان فظيع، فلسه واصلين والعيال طبعا تعبانين على الاخر، فمستنيين ناخد الغرفه بعد كده نروح نريح شويه لان الواحد ميت يعني. الساعه 8 الصبح احنا طالعين ولسه واصلين قبل الساعه 2 بشويه كده، ولسه قاعدين حوالي نص ساعه الغرفه ما تيجي. صباح الخير. النهارده تاني يوم. امبارح كنا تعبانين على الاخر امبارح كنا تعبانين على الاخر بعد ما استلمنا حاجه تقريبا. دلوقتي احنا رايحين نفطر كالعاده، مقررين الساعه 9:30 والفطار بيخلص الساعه 10، فان شاء الله نلحق الفطار. في بقى مشكله اساسيه النهارده، ان النهارده ماتش الاهلي والزمالك وانا مش عارف اتفرج عليه فين. حاجه متعبه جدا. القنوات اللي موجوده في الكون كلها مش قنوات مصريه، ومش عارف اذا كان هيتذاع هنا ماتش الاهلي والزمالك ولا لا، فمش عارف اعمل ايه يعني. لازم اسال، اتمنى يكون هيتذاع، لان لو ما اتذاعش الاجازه كلها دي راحت على الفاضي يعني. فنروح نفطر وبعد كده نطلع على البول، لان البحر امبارح كان ساقع جدا. نشوف هنعمل النهارده تاني. كنت بصور من شويه بس ما كنتش بستخدم المايك، فتقريبا هتلاقوا فيه صوت هوا كده في الفيديو. فدلوقتي استخدمت المايك، معرفش في ايه، الجو برد كده فجاه، مش عارف يعني. احنا المفروض ان احنا جينا عشان الجو يبقى حر، فجاه كده هوا فظيع وبرد. فربنا يسهل بقى، لو كملنا على كده مش هنعرف ننزل بحر ولا حمام سباحه ولا اي حاجه. هنطلع دلوقتي على حمام السباحه. مريم طبعا اكتر واحده متحمسه للموضوع، يوسف لسه مش فاهم حاجه صح؟ يا فهنطلع هناك. فهنطلع على هناك. بعد كده بقى لازم اشوف حوار ماتش الاهلي والزمالك دوت، لان الواحد ما يتقفلش قفله وحشه يعني. قعدت اقول لمراتي نطلع بعد يوم 30، بس المشكله ما لقيناش حجز، فاضطرينا احنا نطلع يوم 29. Мы начинаем мини-диско для всех. Детей в зимнем саду. После этого 8:30 у нас. دلوقتي هنعمل رحله بحريه وربنا يستر ونرجع تاني. احنا بعد ما طلعنا اتضح انها بفلوس، وانا ما اعرفش انها بفلوس لانها كانت بلكونه مفيش حد. فهنرجع نشوف بكام، بعد كده نشوف اذا كنا هنكمل ولا مش هنكمل. طب انا مراتي هتساعدنا شويه في السواقه لان هي البتاعه اصلا تقيله. فانا يعني انا بفكر اطلع لحد شرم، بس مش عارف هتاخدنا لحد شرم ولا لا، لان بالك ما رحناش شرم. فنكمل لفتنا ونرجع تاني. يوسف ربنا يستر بس ما ندوس حد ولا اي حاجه، لان انا مش كودش. المفروض ان احنا بنسوق ومريم احنا بس بنبدل، ومريم هي اللي بتسوق. فما نشوف ايه اللي هيحصل، ربنا يستر. مروش كوبيش ده الله يبارك.
مش عارفين نرجع، يعني احنا اتزنقنا في وسط البحر ورجلي وجعتني ومش عارفين نرجع، ونص ساعه خدت من زمان، فكده احنا داخلين على ساعه تقريبا يعني، فاتمنى اننا نرجع لان احنا دلوقتي هنخبط في الصخور فربنا يستر. انا بموت خلاص مش قادر. لازم نرجع قبل نص ساعه ما تخلص. لقيت اخيرا مكانين هيذاعوا الماتش هنا الحمد لله، فقلت احضر نفسي قبل الماتش ما يبتدي. بس دلوقتي في سينما للاطفال معروضه، مريم يوسف قاعدين بيتفرجوا مركزين على الاخر يعني. كام حد قال لي انك ما تلبسش تيشيرت الزمالك وما تبينش انك زملكاوي كده عشان الناس ممكن تتضايق، فبس ما اعرفش ايه اللي ممكن يضايق الناس في كده يعني. عادي انا زملكاوي شايف ان دي حاجه ما تضايقش وبحترم الاهلي طبعا، فدي حاجه عاديه يعني. فهنشوف ان شاء الله النهارده الماتش هيمشي على ايه وربنا يستر. هحاول كده اسال الناس اللي موجوده، بس انا عارف متاكد ان اغلبيه الناس اللي في الفندق هيكونوا اهلاويه، بس ممكن نسال كده الناس توقعاتهم ايه الماتش لو حد حب يصور معانا. فنقعد كده نخلص الفيلم اللي شغال، بعد كده نطلع على الماتش. بس مش عارف اطلع اروح ازاي لان الماتش هيبتدي كمان نص ساعه والفيلم ده هيخلص تقريبا كمان ساعه ولسه في ميني ديسكو بعديه، فمش عارف هيمشي ازاي. فممكن اسيبهم مع مراتي بعد كده نروح نتفرج، لسه مش عارف. يوسف لا لا خليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ازيك عامل ايه؟ فنشوفكم بقى ان شاء الله اثناء الماتش، نشوف اللي هيحصل وربنا يستر. مراتي قالت لي هتخلي هي بالها من مريم وتقعد تتفرجوا على السينما، واروح انا ويوسف نتفرج على ماتش الزمالك والاهلي. يمكن يوسف كده ربنا يكرمه ويطلع زملكاوي، مش عارف هنشوف بقى. فنطلع على هناك ونشوف الماتش. مش عارف اذا كان في حد هيتفرج هنا ولا لا، انا تقريبا اغلبيه الاوتيل فيه ما شفتش مصريين كتير، بس مش عارف ممكن يكون في مصريين هناك. فنروح قالوا لي على كافيتيريا علي بابا، نشوف هنا الكافيه دوت نتفرج على الماتش وربنا يسهل بقى. نيجي الخمسه بس اللي بيتفرجوا بالظبط على الماتش، وده تقريبا نفس العدد اللي موجود في الاستاد مفيش فرق. فهنشوف كده الماتش هيخلص على ايه ربنا يسهل. وتقريبا الخمسه اللي قاعدين اهلاويه يعني زي اغلبيه اللي موجودين في الاوتيل اللي شغالين تقريبا 90% اهلاويه. فنتابع كده ونشوف الماتش هيخلص على ايه ربنا يسهل. يوسف مين اللي هيكسب يوسف النهارده، الاهلي ولا الزمالك؟ ماشي شكرا يوسف. مريم بصت ما لقتنيش، راحت سابت السينما ورجعت هي ومامتها عشان يتفرجوا معايا على الماتش. مريمه مين اللي هيكسب النهارده، الاهلي ولا الزمالك؟ زمالك نبقى اهلي. زمالك زمالك نمرو. هاي فايف هاي فايف. ايه ده مش هاي فايف؟ ماشي هاي فايف هاي فايف. انا سالتها مين اللي هيكسب الاهلي ولا الزمالك ومريم قالت الزمالك الحمد لله. فاحنا هنمشي ورا راي مريم ونشوف مين اللي هيكسب. معلش كورتني زملكاوي زملكاوي. ايه ده؟ تطلع لسانك يا كلبه. شكرا يا مريم شكرا. تطلع لسانك ليه للجمهور مين طبعا عشان الناس كده ممكن تزعل. بتطلع لسانك لمين دلوقتي؟ يا كلبه. لما تشوف كده مريم مطلعه لسانها مش عارف ده بقى الاهلي ولا الزمالك، فهنشوف بعد الماتش. ماتش من أسوأ ما يمكن يعني، حاجه كده فظيعه، مفيش جمهور وارضيه حمام سباحه، حاجه سيئه جدا يعني. أسوأ ماتش اهلي والزمالك تقريبا اشوفه من فتره كبيره. خلصنا الماتش ورحنا الميني ديسكو مع مريم عشان كان في كده عرض للاطفال، خلصناه. بعد كده جينا بقى لاكتر مكان بحبه في الاوتيل، المطعم. حاجات انا ماسو انا تاكي وقتك دي سيرو مريجا. اكتر مكان بحبه في الاوتيل هو المطعم. الاكلات بقى الواحد ما بيبقاش باكلها بقاله فتره، تيجي على المطعم بيبقى عندهم كل حاجه ممكن تتخيلها. فانا دخلت على قسم المشويات، ضربت كل حاجه عندهم مشويه. خلص بعد كده في عندهم ام علي، اضرب ام علي ورز بلبن. بعد كده اشوف بقى هنعمل ايه، واحاول ان شاء الله ارفع الفلوج ده بكره، بس مش عارف انا النت في الاوتيل عامل ازاي. فربنا يسهل الفلوج ينفع يترفع بكره، يا اما هضطر ارفعه عن طريق الموبايل او حاجه كده يعني، فمش عارف بالظبط ارفعه ازاي يعني. فشوف كده هناكل ونشوف هنعمل ايه تاني وارجع لكم. وصلت دلوقتي عند الجزء اللي انا بضعف قدامي قوي في مصر عامه، مش المطاعم بس. حاجه كده ما بقدرش استغنى عنها في حياتي، الحاجات اللي انا محروم منها الفتره اللي انا موجود فيها بره. حلويات. هو الطبق تحس ان هو كبير، بس انا هاكله كله يعني. انا ما بقدرش اسيب حاجه من الحاجات دي واسيبها وامشي يعني. فهضرب الطبق ده وبعد كده هجيب واحد تاني، بعد كده اشوف اعمل ايه، لان انا بضعف. لا بضعف والله. كلنا واضطرينا نرجع الاوضه عشان مريم كانت عايزه تنام، ويوسف كان نايم من الساعه 7:30 المغرب، مش عارف ليه، غريبه يعني. وهو شكله ان شاء الله مكمل للصبح.
الغردقه احنا دي 10 مره على التوالي نيجي فيها، يعني بقالنا 10 سنين تقريبا من ساعه ما اتجوزنا. احنا كل سنه بنيجي الغردقه، بنقعد تقريبا اسبوع او اسبوعين حسب يعني. ف10 سنين على التوالي. بالنسبه لمراتي دي الاجازه بتبتدي اول ما بنيجي الغردقه، يعني لازم. احنا مره واحده بس رحنا شرم وما عجبتهاش قوي، فكل سنه على طول بنيجي على الغردقه. فما ينفعش يعني نعدي اجازه من غير ما نيجي الغردقه. الفلوج ده كان سريع كده عن الرحله اللي احنا عملناها من ساعه ما طلعنا من القاهره لحد ما وصلنا الغردقه، واول يومين كده في الغردقه. فاتمنى ان شاء الله يكون الفلوج عجبكم. الفلوج الجاي بقى ان شاء الله يعني ممكن يبقى اخر فلوج بقى في مصر، لسه مش عارف. لما نرجع احنا نرجع كمان 4 ايام تقريبا او 5 ايام ان شاء الله على القاهره. كنت عامل بوست على الكوميونتي على اليوتيوب، فممكن تبصوا عليه على الميت اب اللي ممكن يتعمل. فيا ريت الناس تخش وتعمل فوت اذا كانوا موافقين ولا مش موافقين، ويحطوا كومنتس المكان اللي احنا ممكن نعمل فيه الميت اب لو حد حابب يعمله، فممكن نصور مع بعض الفلوج هناك ان شاء الله. الجو في الغردقه فظيع، معرفش فيه ايه، برد كده جامد قوي. يعني السنه اللي فاتت انا جيت في نفس الوقت ما كانش الجو كده، في هوا فظيع. والنهارده في القاهره واسكندريه كان في مطره غريبه يعني. فهضطر اخش بقى على الاوضه لان الساعه دلوقتي 12 بالليل والجو فعلا برد. هحاول اعمل اديت للفلوج ده ان شاء الله النهارده، وبكره الصبح بقى مش عارف، اتمنى ان انا اقدر ارفع الفلوج ده بكره الصبح لان النت هنا في الاوتيل فظيع. فهحاول كده في الريسبشن اشوف النت ايه والدنيا ايه واحاول ارفعه ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله في الميت اب. لو حد حابب يجي ممكن نصور ان شاء الله مع بعض، او لو ما حوار الميت اب مظبطش فنشوف بقى الفلوج الجاي هيبقى عن ايه ان شاء الله. السلام عليكم.